قبل ما نبدأ الفيديو لازم اقولك انك هتندمي قوي لو ما جربتيش الطريقة دي. احلى واجمل نجرسكو بالبشاميل او مكرونة بالصلصة بالبشاميل، سميها زي ما تسميها، بس هتندمي لو ما جربتيهاش. لازم تجربيها وتقولي لي رأيك ضروري. طعمها حلو قوي، تجمع ما بين المكرونة والصلصة والبشاميل، ميكس كده حلو ولذيذ، واتحداكي لو بتعرفيه قبل كده، حقيقي جميلة قوي. بس قبل ما نبدأ في الفيديو متنسيش تشتركي في القناة وتعملي لي لايك وكومنت حلو زي كده عشان تدعميني واعمل لك وصفات تانية كتير. يلا بينا على طول نبدأ في المقادير بتاعتنا. اول حاجة هنجيب الخضار بتاعنا اللي هو مكون من بصل وفلفل حامي وبارد وجزرة. اول حاجة معانا ان احنا هنقطع البصلة بتاعتنا قطع صغيرة او جوانح بالشكل اللي انت تحبيه، المهم تتقطع، يعني ما ينفعش تبقى سليمة. وبعد ما هقطع البصلة بتاعتي بالشكل اللي قدامك ده انا هقطعها قطع صغيرة. وطبعا كمية البصل والخضار بتاعنا على حسب هتعملي قد ايه كمية من اللحمة المفرومة. هنا هقطع بصلتين، وهقطع فلفل حامي وبارد برضو قطع صغيرة او جوانح. عايزة بتحبي الحراق زودي، ما بتحبيش استغني عنه عادي، مفيش اي مشكلة. هقطعهم كلهم. وبعد كده هاخد الجزارية بتاعتي هبشرها هي كمان، ما اقطعهاش، لا هبشرها عشان تستوي معايا اسرع، عشان الجزر بياخد وقت. بعد ما بشرت الجزر بتاعي كده هجيب في صينيه هحط فيها معلقه كبيره من السمنه. وبعد كده هجيب كميه اللحمه بتاعتي، انا عامله هنا حوالي ازيد من ربع كيلو لحمه، نص كيلو كده في الرينج ده. انا عايزه اقولك لو اللحمه بتاعتك مجمده وعايزه تستعمليها على طول ومستعجله، هينزل فيديو على طول روحي شوفيه، هيكون فيه ازاي تفكي اللحمة المجمدة او الفراخ المجمد في ربع ساعة بس. هتلاقي الفيديو موجود على القناة وروحوا شوفوه على طول. بعد ما اللحمة بتاعتنا غيرت لون، نزلنا بالبصل بتاعنا قلبته تقلبتين، ما استنيتش لما يدبل عشان ونزلت بالفلفل بعديها، لان البصل والفلفل الحاجات اللي بتاخد شوية عشان تغير لونه وتستوي، فانا بحب احطهم مع بعض. بعد ما حطيتهم واديتهم تقلبتين كده هنزل بالتوابل بتاعتي. انا حطيت فلفل اسود وملح، تقدري تحطي اي توابل انتي بتحبيها، بس الاساس في اللحمه المفرومه الفلفل الاسود والملح. بعد ما حطيت شويه من الفلفل الاسود والملح حطيت شويه من القرفه والسبع بهارات، تقدري تستغني عنهم او تضيفي عليهم براحتك. وبعد ما احطهم كده هقلبهم تقلبتين وهسيبها شويه على النار. وبعد ما اسيبها شويه على النار تستوي كده، اخر خطوه خالص لما اتاكد ان خلاص اللحمه بتاعتي استوت تماما وكل دبل كده وغير لون، هنزل معانا باخر مكون وهو الجزر، لان الجزر من الحاجات اللي مجرد ما بتحطيها، وخصوصا المبشور، مجرد ما بتحطيها وتقلبيها بيغير لون ويستوي معانا على طول. انا حطيته وسبته دقيقتين على النار وطفيت على طول، وكده اول حاجه معانا خلصت وهي اللحمه. تاني حاجه هنعمل الصلصه. هنجيب كميه من الطماطم على حسب برضه هتعملي قد ايه من المكرونه. هقطع الطماطم بتاعتي عادي واضربها في الخلاط. في خطوه انا هعملها، انا مش دايما بعملها صراحه، بس انا حبيت اعملها، ان انا بعد ما طلبت الصلصه حطيتها كده وصفيتها من القشر بتاعها، لان القشر اوقات بيعمل لي مشاكل كده في بطني، فانا قلت لا اشيله واستبعده احسن، واخلي المكرونه الصلصه بتاعتها من غير قشر خالص. ورفعتها على النار، واول ما تتسبك معايا بالشكل ده وتتقل كده وما يبقاش فيها اي ميه، هنزل عليها بالتوابل بتاعتي. انا حطيت شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح وربع معلقه من السكر عشان الحموضه، وهقلبهم كده ويبقى كده تاني مكون معايا وهي الصلصه. خلص. اهم حاجه الصلصه ما تبقاش ناشفه قوي، يعني لو لقيتيها شربت الميه خالص وتسبكت على الاخر حطي عليها نص كوبايه من الميه وخليها تغلي غلوه، المهم ما تبقاش ناشفه خالص. ورفعتها من على النار. بعد كده هنعمل تالت حاجه معانا وهي المكرونه. جبتي حله حطي فيها ميه كتير وسيبيها تغلي، وهنزلي فيها بالملح بتاعك، وحطي عليها المكرونه الاسباجيتي. احنا طبعا هنعمل النهارده مكرونه سباجيتي. حطيتها هتفضلي تقلبي فيها لمده 7 دقايق تقليب مستمر، يعني كل دقيقه تيجي تقلبيها كده عشان ما تلزقش في بعضها. ولما تبقى 3/4 سوا صفيها واركنيها على جنب تنزل الميه بتاعتها. هنجيب بقى الحله بتاعتنا، ندخل على رابع خطوه وهي البشاميل. هنحط الحله نحط فيها كميه من السمنه، ممكن كميه السمنه تبقى زي كميه البشاميل عشان ما تنشفش مننا، او ممكن اقل شويه. هحط السمنه وعليها الدقيق واقلبهم شويه لما تشم الريحه كده، وانزلي عليها باللبن بتاعك، او ممكن شوربه ميه اللي انت تحبيه. عايزه اقولك الشوربه بتخلي طعمها حلو، والميه كمان يعني عادي 3/4 الناس بتعمل الميه وبتبقى حلوه. واول ما بتوصل بالقوام اللي قدامك ده
بحط بقى التوابل بتاعتي. عايزه كمان تحطي فيها جبنه براحتك، انا ما كانش عندي جبنه فما حطيتش جبنه. هنا هحط شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح، وكان معايا عندي مكعب مرقه حطيته، بيدي طعم حلو وريحه حلوه كمان. بعد ما حطيت التوابل بتاعتي انا استكفيت بالثلاثه دول، هقلبهم كويس قوي بقى مع بعض. وكده البشاميل اللي معايا فاضله خطوه واحده بس، وهي مختلفه تماما عن اي بشاميل اللي عملتها قبل كده، وهي الصلصه اللي احنا عملناها وسبكناها. هناخد منها حوالي 4 معالق من الصلصه، وعشان نخلي البشاميل كده لونه بينك بامبا، يعني يديله لون كده قريب من الاحمر، عشان احنا قلنا هنعمل البشاميل بالصلصه والمكرونه بالصلصه، يعني طريقه كده جديده ومختلفه وطعمها حلو قوي، خصوصا لما البشاميل يبقى فيه طعم الصلصه حقيقي 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 حلو قوي. وبعد كده خلصت البشاميل بتاعي، نيجي بقى لاخر خطوه، وهي ان احنا نرص الطبقات بتاعتنا. هجيب الصلصه بتاعتي احط عليها اللحمه المفرومه اللي انا عملتها. عايزه اقولك وانتي بتقلبيها حرفيا انت كانك موجوده في محل كشري، والله محل الكشري حرفيا بتشمي ريحه الطاجن وانتي بتقلبي، بس لا دقتي ولا عملتي اي حاجه. لما تقلبي الصلصه مع اللحمه المفرومه شمي الريحه كده خطيره. هقلبهم مع بعض كده. انا في الصلصه ما حطيتش توابل كتير، حبه صغيرين، عشان عارفه ان انا احط عليها اللحمه اللي هي متبله كويس، وكمان الاتنين ياخدوا من طعم بعض. وهرجع احطهم على المكرونه واقلبهم مع بعض كده. على فكره المكرونه بتشرب اكتر من الصلصه واللحمه، وكله بيشرب من بعضه، والريحه بتاعتها بتبقى حلوه قوي وخطيره. هقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. ونفس الصينيه بتاعت اللحمه المفرومه ما تحطهاش في الحوض ولا تغسليها ولا اي حاجه، لا فضيها وارجعي حطي فيها المكرونه عشان تتاكدي ان هي شربت اكتر من الطعم وبتبقى حلوه قوي. هفرد المكرونه فيها كويس قوي، احط الكميه المناسبه ليا في الصينيه. بعد كده هرجع احط عليها البشاميل. عايزه اقولك الكميه اللي احنا عملناها النهارده دي عملت اللهم بارك الله اكبر صينيتين. فردنا المكرونه في الصينيه. تقدري الطريقه دي تعمليها في عزومات، افراح، اي مناسبات، حلوه قوي قوي قوي، وهتسد معاكي فيها وتعملك كميه وحلوه. هنزل بقى بالبشاميل اللي احنا عاملينه، شايفين القوام بتاعه ما شاء الله عليه، ولونه كمان مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. فردت كده البشاميل عليها. عايزه تحطي صفار بيض على الوش يديكي لون، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا، مش عايزه تحطي حاجه براحتك. ودخليها تحت الشوايه، ما تولعيش النار من تحت ولا اي حاجه، يعني يعتبر المكونات كلها مستويه. انا بولع عليها تحت الشوايه شويه وتتابعيها عشان ما تتلسعش منك. كان عندي شويه صغيرين خالص من الجبنه الموتزاريلا، رشتهم كده على الوش اي عشوائي. دخلتها تحت الشوايه وخدت معايا لون. اصبري بقى عليها لما تبرد شويه وتقيها، خطيره خطيره خطيره، احلى حاجه. بصي كمان لما تطلعها ما بتاخدش اي حاجه معانا، مختلفه عن الطريقه التقليديه اللي احنا متعودين عليها. بجد هتبسطك قوي، جربيها، لذيذه حتى لو جربتيها على كميه صغيره عشان تطمني منها، بس لا حلوه حلوه. بصوا بقى شكلها، اي معلقه تطلعيها هتلاقي اللحمه متوزعه فيها بشكل متوازي، لونها بصي تحت فوق في النص لونها واحد. البشاميل ما خدتش الصلصه من فوق ولا تحت، ما وصلوش حاجه، لا كله واخد نفس اللون والشكل. انا عايزه اقولك ممكن يتهيألك ان هي مكوناتها كتير او خطواتها كتير، بس لا، رتبي افكارك وبجد حلوه قوي وهتندمي لو ما جربتهاش. خلصنا الفيديو، متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وكومنت حلو زيك.